انا مكسبش. قرب جرب تاخد حاجة فريش، كلنا السوق خلينا كله ينش. على حق زميلي وما بنكرتش. كل دول حاطين باصين قاطعين. ماما ده عيالي عشان تبعدي العين، والدنيا تمشي زي ما احنا عايزين. كله زي بعض وانتوا فاهمين. كله زي بعضه زي بعضه على عالبايع عشان مش فاضي وعينه على كبير. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا مشاهدي المسرحيه الموندياليه في كل مكان. كانت المسرحيه الكرويه دلوقتي بقت المسرحيه الموندياليه، لان منتخب مصر يصعد لاول مره في تاريخه لدور 32. الفضل يرجع لربنا سبحانه وتعالى ثم حسام حسن. هتقول لي ايه يا معلم اللي انت بتقوله ده كابتن حسام حسن عمل كل حاجه في الجيم عشان يخسرنا الماتش. كابتن حسام حسن مصري زيه زينا، بيغلط، بني آدم، وارد جدا البني آدم خطاء، كلنا خطاؤون، بيغلط زيه زينا. انت في حياتك بتغلط كتير، في شغلك بتغلط كتير، وبس ماشية بالستر، ربنا بيمشيها معاك بالستر. بتجتهد وبتعمل عليك في يومك وبتسعى وبتنزل من بيتك، بتجتهد وبتشتغل وبتروح بتتعامل مع ناس مش عايز تتعامل معاهم، بس برضو ربنا بيكافئك على قد اجتهادك وعلى قد سعيك. كابتن حسام حسن ربنا كافئه على قد اجتهاده وعلى قد سعيه وعلى قد نيته وحبه للوطن دي، وعشان كده كان سبب كبير ان هو يعديك من كل المباريات اللي فاتت دي. ما تجيش دلوقتي تمسك في غلطة عملها عشان بدل ونزل مكان ياسر ابراهيم محمد عبد المنعم وهو مش جاهز. طب انت ليه ما افتكرتش ان هو نزل محمود صابر اللي جاب لك الجون؟ محمود صابر اللي جاب لك الجون في ايران. انت شفت الجانب السلبي اللي بينتقدوا على الفاضي والمليان 3-4، بس انت في ظهرك 100 مليون. طيب انا بالنسبه لي المباراه دي هي معموله رزق لكل واحد اجتهد ونزل نقطه عرق عشان خاطر البلد دي. اولهم مصطفى شوبير، تاني واحد محمد هاني. محمد هاني يا جماعة مش هو ده محمد هاني اللي احنا نعرفه، كل مباراة بيبقى أقوى من المباراة اللي قبليها. أحمد فتوح الحريف أنا ما شفتش أحرف منه في مصر الفترة دي، بالعقلية وبالهدوء وبالقوة وبالقلب الميت ده أنا ما شفتش زي أحمد فتوح. مهند لاشين يا جماعة أنا لازم أديله حقه تالت ومتلت. ليه؟ كابتن مهند لاشين اللي بيفهم كورة، اللي بيفهم كورة، مش اللي بالنسبة له الكورة جوان، مش بالنسبة له الكورة السوكسي لازم يروح للمهاجم عشان هو اللي بيجيب جوان، او لحارس المرمى عشان هو اللي بيصد جوان. لا، في بني آدم في نص الملعب بيعمل مجهود جبار ممكن ما يبقاش ظاهر لك انت على التلفزيون. مهند لاشين بيموت نفسه بمعنى الكلمة. مهند لاشين ما بيخافش، مهند لاشين بيلعب زيه زي لعيبة اوروبا. مهند لاشين لعبه قدام اي منتخب في العالم هتلاقيه بيعلى في المستوى. انت لعيب كوره وانا لعيب كوره، فاذا هخش عليك وهيبقى عندي هدف ان انا هاخد منك الكوره وهعمل نقطه تحول من ان انت بتهاجم عليا، هعمل نقطه تحول ان انا اللي هاجم عليك. هو ده مهند لاشين. مهند لاشين اي قطعه على الكوره بيقطعها بيعمل بيها نقطه تحول لقدام على طول. مهند لاشين ممكن يعمل زياده هجوميه زي الكرة اللي حضراتكم شفتوها اللي جابها على آخر الخط وعمل بيها كات باك لجوه. دي ما يعملهاش غير لعيب معلم، دي ما يعملهاش غير لعيب راجل، وعشان كده احنا بنقول انه يستاهل كل الاحترام والتقدير. كسبنا ايران بمجاملة يا عم، احنا محدش ليه جمال علينا، احنا كسبنا ايران بربنا. كسبنا ايران عشان احنا احسن منها؟ لا، احنا لعبنا كورة منظمة ولعبنا بجراءة وكنا بنلعب كورة لحد ما كان شكلنا حلو في الملعب، ولكن منتخب إيران منتخب ذكي جدا، بيعرف يجيبك، بيعرف يطلع بالكرة مرتدة، بيعرف يجيب اجوان. وعشان كده انا كنت عارف ومتأكد 100% ان في اخر 10 دقايق منتخب إيران هيضغط بكل قوته عشان يكسب. منتخب إيران ممكن يخليك تخلص نفسك بس يضمن المكسب في الاخر، وهو ده اللي حصل بالفعل. طيب، من اكبر الغلطات اللي كابتن حسام عملها طبعا وكلكم عارفين ان هو للاسف خلص تغييراته وما تبقاش ولا تغيير، واحمد فتوح اتصاب واحنا لعبنا ناقصين اخر 10 دقايق. هتقولي ليه كابتن حسام حسن عمل اللقطه دي؟ هقول لك انا يا معلم. كابتن حسام حسن لما حس ان هو قرب من الحلم لما جاب جون في اول 10 دقايق ما صدقش نفسه، بس لما ايران جالها ضربه جزاء كابتن حسام حسن بدأ من جوه نفسيا يهبط، ولما الكرة اتردت فيه الروح تاني. لما ايران ردت بالجون بتاع التعادل هنا كابتن حسام بدأ يتحول. هو مش عايز الحلم يروح، هو مش عايز الحلم يضيع،
هو مش هدفه ان هو يوصل ل 32 على فكره. رياكشنات الراجل ده بتدل ان هو كان مضغوط نفسيا، وتحول من كابتن حسام الهادي اللي كان بيلعب مباريات اللي فاتت بهدوء لكابتن حسام اللي عايز يوصل لابعد نقطه مش ال 32. كابتن حسام عنده هدف ان هو يخش في التوب 4. شخصيه الراجل ده ورياكشنات الراجل ده بتدل ان الراجل ده عنده هدف ان هو يوصل للتوب 4 مش لل16 ولا انه يقابل الارجنتين. لا، هو هيقابل استراليا وان شاء الله ممكن يفوز على استراليا، وهيقابل الارجنتين وبامر الله يعمل مباراه تاريخيه قدام الارجنتين. ومفيش حاجه بعيده عن ربنا، هم لاعيبه كوره واحنا لاعيبه كوره على فكره. محمد صلاح هيكون جاهز قبل مباراه استراليا. محمد صلاح طول ما هو في النفس هيقدر يطلع اللي انت عقلك مش هيتخيله. عمر مرموش محتاج يفوق شويتين ويعرف ان مرحله مانشستر سيتي حاجه ومنتخب مصر حاجه تانية خالص. عمر مرموش لازم يعرف ان منتخب مصر هو بلده ووطنه، مش هالاند، مش اللعيبه النجوم اللي بيروح يلعب معاها في مانشستر سيتي. طريقه لعبك مع مانشستر سيتي حاجه وطريقه لعبك مع منتخب مصر حاجه. على فكره نفس المشكله اللي كان واقع فيها زمان محمد صلاح. في البدايه كان بيلعب بنفس طريقه ليفربول مع منتخب مصر، ولكن راجع نفسه بعد فتره طويله جدا. قدر ان هو يعرف ان منتخب مصر لازم يبقى ليها طريقه لعب معينه بعقليه معينه عكس نادي ليفربول. عمر مرموش لازم يعرف الحته دي. عمر مرموش لازم يلعب مع زمايله، لازم يلعب جماعيا، ولازم يدي فرصه للناس ان في ناس هنا حلوه، ناس كويسه على فكره. هم لعيبه كوره كبار جدا وجامدين جدا. مش لازم اقطع لجوه وتشوت في الجون، مش لازم خالص. مش لازم دي. ممكن تدي 1 يديك 2 دي مفيش مشكله. ممكن من الاول تعرض وانت واقف في مكانك على الخطوط، تعرض يجي جون مفيهاش اي مشكله. لازم يغير ده، وده اللي كابتن حسام حسن بدأ يعمله. حسام عبد المجيد اجتهد مع نادي الزمالك طول الموسم، فربنا كرمه قال له خد يا معلم هتلعب المباراه دي. حسام عبد المجيد عنده فرصه كبيره قوي. حسام عبد المجيد ربنا مديله هديه كبيره قوي عشان هو اجتهد طول السيزون اللي فات مع الزمالك. ربنا بيكافئه بيقول له هتاخد مباراه استراليا ان شاء الله لو جاهز. حسام عبد المجيد لازم يستغل الفرصه دي جدا. حسام عبد المجيد لعيب كبير قوي واحنا عارفين امكانياته كويس. طيب جربناه مع المنتخب، هو ملوش تجارب كتير مع المنتخب، بس عندنا الثقه ان هو هيبقى من افضل اللعيبه في المباراه بتاعه استراليا. انا عايز اقول لك ان احنا كمصريين غير، احنا روحنا غير، ملامحنا غير، طريقه كلامنا غير، شخصيتنا غير. المصريين في كل حته محبوبين. في اي دوله تانية هيبان عليهم ان هم مصريين، حتى لو متربيين ومولودين في الغرب ملامحهم واسلوبهم مصري. فانت لازم تحمد ربنا على نعمه ان انت بني ادم مصري. الحكايه لسه ما انتهتش، الحكايه لسه مكمله. منتخب مصر ان شاء الله هيعدي دور ال 32 على خير وهيروح لل16، هيعمل مباراه تاريخيه، واحنا كلنا في ظهر منتخب مصر، كلنا في ظهر حسام حسن وكل لاعيبه منتخب مصر. عزيزي المشاهد، وبكده تكون خلصت حلقتنا النهارده في المسرحيه الكرويه. هشوفكم في حلقه جديده. بس كده، شكرا لحسن استماعكم. مش لازم اتحاب زي ما انا مش عايز اراضي حد، ما انتوش قضيه كلكوا على القد.